سلام. اليوم غادي نشارك معكم فطيره بعجينه ديال المسمن كتجي مرقه ولذيذه وشي حاجه اللي مغايره للمعتاد. سمعوا لي القرمشه، سجلوا الوصفه عندكم غادي تحتاجوها. وبالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نخليكم اسفل الفيديو. عندنا دقيق، السكر، فاني، الملحه، واحد معلقه كبيره ديال العسل كنزودوها بالسكر، بيض بيضاء والماء دافي. غادي نعجنها مزيان حتى كتجمع ليا، وكندير لك غير واحد شويه من باق سمين ديال المكانه كنديرها في ميكا وكنخليها تبات لي كامله هكا باش ما كندلكاش. بالنسبه للكريمه عندي الحليب والسكر، بودره ديال الكريم باتيسير، الملحه والسكر فاني. كنضعها في القلبوطه حتى كتعقد، كنضيف الزبده ثم كنوضعها في بول وكنغطيها وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان. بالنسبه للعجينه من بعد ما بتت ليا كامله كنقسمها على 6 ديال الكويرات على هذا الشكل هذا، وكنغطيها وكنخليها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه هكاك باش كتساعدكم في الخدمه ما كتقطعش. غادي نطلق الكويره الاولى بالزيت والزبده بها كنفرق ضروري، كنخليها على جنب وكنعاود نطلق الكويره الثانيه. من بعد كندير الاولى في الثانيه وكنجمعها وكنخليها على جنب. كنطلق الثالثه وكنهز الرغيفه اللي شكلت من قبل كنحطها في الوسط وكنفرق